هل هذا المنتج سيكون معبرا عن اتجاهات الرأي العام في مصر اللي فيها ومحدش يتصور ان الرأي العام والمزاج العام في مصر كله مزاج مدني ليبرالي. اعتقد ان هناك اراء متعدده. هل هذا الدستور يستطيع ان يعكس صورة وتصور المجتمع بشكل العلاقات البينية والمنظمة بين المؤسسات وبين بعضها ولا لا؟ أنا بزعم وأنا شريك في عملية صناعة الدستور من بداية صناعة اللعبة. خلينا نتابع بين الحاجتين. أنا مش هاخد الوقت اللي بتاخد تاني ما تجاوزش. أقصد دي كام؟ هي كام دقيقة عشان احنا جينا عشان نسمعها. الله يسلمك. انت بتصاحوا بقيت الزملاء فاهم؟ هاخد كمان خمسة. اول مينا بواحد الدكتور. نعرف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل جوه لازم نقول لحضرتك ان هو بدأ من اللي حصل بره قبل اللي حصل جوه. كان في جمعية مؤسسية اعتقد ان هي كانت فيها قدر من الغلبة الشديدة لتيار التيار. هذه الجمعية التأسيسية الأولى التي قضي من محكمة القضاء الإداري ببطلان تشريعي. كنا بنتكلم 70 و80% وربما أكثر أو أقل، أنا ما كنتش شريك فيها، لكن عندما حلت هذه الجمعية بدأنا رحلة عمل طويلة إزاي نعمل جمعية متوازنة. أقدر أقول لحضراتكم عملنا لقاءات متعددة في الزواج وفي الثورة وفي أحزاب أخرى، ووصلنا إلى حد إن إحنا عملنا 100 ساعة تفاوض في أحد مناطق العالم هنا جنبكم على الكورنيش في فندق 4 نجوم. قعدنا فيه تقريبا 8 أيام بنلتقي كل يوم ما بين 10 ساعات إلى 4 أو 5 ساعات عشان نقدر نختار ال 100 شخصية اللي يعبروا عن كل القوى الوطنية وكل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع المصري. أصلا انسحب تسجيل وثلاثة والحين ده قرار، وبعض هذه الانسحابات بالنسبة لنا وفقا لتقديري الشخصي لم تكن مبررة، وبعضها كان لهواجس، بعضها كان في أحزاب شايفة طب المجلس هيتحل ايه اللي يجبرنا نقبل الجمعية فيها دول وفيها دول طالما المجلس هيتحل، وعلى وجود المجلس العسكري يعمل جمعية من عنده وما يبقاش فيها من الجماعة دول خالص. لكن الحقيقة أنا شخصيا وده كان الحقيقة فهم في تقديري خاص جدا بطبيعة الجمعية التأسيسية والمطلوبة. هل مطلوب ان احنا نعمل جمعية تأسيسية من الإسلاميين فقط؟ لا طبعا. عشان كده باخدها الأولوية. بس كمان مش مطلوب نعمل جمعية تأسيسية من الليبراليين فقط، ولا من القوى المدنية فقط، ولا من القوى الإسلامية فقط. لا، لازم تكون جمعية معبرة عن كل التوجهات المجتمعية اللي موجودة في هذا الوطن. ده اللي احنا حاولنا نعمله من 100 ساعة تفاوض خرجنا من شخصية. فيهم 50% على الأقل من القوى المدنية، ونقول على الأقل أنا أعلن على الأقل وأضع عندهم الاسم، لأن ال 50% اللي بيحسبوهم على الأغلبية وما بحبش أسمي إسلام سياسي ولا إسلام غير سياسي، لا، أحزاب الأغلبية اللي هي النور والحرية والعدالة عندهم 50% وأقل، لأن في 50% من ال 100% بتاعتهم في عندنا وحيد عبد الحميد، وأظن كلكم تعرفوا أنه وحيد عبد الحميد يعني نقصد علينا أكثر ما يقصد علينا. موجود فيها أسامي كثيرة زي محمد الصاوي وزير الثقافة السابق، وشخص أعتقد أنه يقصد علينا نقصد علينا. فيها الدكتور عبد الإمامة وهو كان أستاذ للوقت طويل، كانت آراءه في بعض الأحيان يعني الحقيقة خلتنا نقول لك خليه عندكم أكثر. في أسامي كثيرة حسبت من 50% الأخرى افتئاتا مننا عليه. وخلينا نشوف تجربة في أكثر من تصويت تم في الجمعية العمومية، كان التصويت يبقى الإخوان في اتجاه وإحنا في اتجاه، والاتجاه الذي نتبناه يفوز في عملية التصويت. حبينا نحط ضمانة إضافية، قلنا وده أخذنا مثلا فيها شهر التصويت يبقى بالإجماع. كيف يصير بالإجماع؟ ما فيش إجماع. طيب ما حصلش بالإجماع، وإن شاء الله احنا هنمشي بالإجماع، لكن ما حصلش بالإجماع يبقى 67%، يعني ثلثي
عدد الاصوات. مفيش حد عنده الثلثين ابدا. قلنا طيب لو ما حصلش ناخد فتره، وانا اللي كاتب اللائحه بنفسي وانا اللي كاتب هذا النص بنفسي، ناخد فتره 48 ساعه او 72 ساعه نعيد المداوله ونعيد صياغه هذه الماده ونعيدها مره اخرى الى الجمعيه للتصويت عليها 57%. مفيش حد عنده 57%. وانا بقول لكم لا يوجد تيار واحد لديه 57% من الصوت. اذا فكره ان في تيار هيختطف صوت او ماده او كلمه من الدستور ده غير واجب. كل الامور ستتم بالتوافق. التوافق يعني احنا بناخد خطوه وهم بياخدوا خطوه. بنحاول نوصل الى وجهه نظر مشتركه. طيب مشاكل ودوام الاقتصاد يبقى هيحكم التصويت. مش هيقدر يوصل للتصويت اي تيار مجتمع، يعني لا الاخوان السلفيين مجتمعين هيقدروا يوصلوا 57% ولا احنا هنقدر نوصل 57%. وبالتالي ما عندناش حل غير ان نرجع للتفاوض. طيب ماذا لو حدث الفجأة؟ حسينا ان في تيار مصر ان هو يستأصل القرار في عمليه الدستور او الماده المعينه. انا بقول لكم بقول من هذا المكان هننسحب فورا. وبقول هننسحب يبقى هننسحب انسحابا جماعيا. ليه؟ لان مش هنقبل التيار يختلط ماده الدستور. وانا شخصيا بقول انا الدستور بالنسبه لي ليس فقط مجال دراسه ومجال علم، لكن حتى عندي ارتباط نفسي بفكره الدستور. ان انا بالصدفه من 40 سنه كان والدي مقرر دستور اسرائيل. فانا بقيت بعد 40 سنه وكيل التاسيسي 2012. انا ما عنديش استعداد لضحي لا باسمي ولا بسمعتي ولا بمصالح ولادي في مقابل اي شيء في الدنيا. وانا بقول لكم حتى الان احنا مش مضطرين ننسحب. حتى الان بنصل الى النتائج الايجابيه. حتى الان عندنا مشاكل في امور ما زالت خلافيه ابرزها الماده الثانيه. وبكره عندنا اجتماع تفاوضي وجايين ناس من بره الجمعيه وقيادات حزبيه من خارج الجمعيه زي سيد بدوي واخرين عشان نتناقش بعض هذه الامور من ضمن المكان عشان نوصل للقرار. عندنا مشكله في العمال والفلاحين. ما زال البعض يرى ان حكايه العمال والفلاحين دي بركه. واحنا شايفين ان دي بركه من اي دستور قادم. ربما الخلاف السياسي مش عقائدي او نتيجه يعني توجهات سياسيه، لكن هو خلاف سياسي اكثر من خلاف عقائدي، لكن قضيه خلافيه. عندنا مشاكل في الهيئات القضائيه لا حدود لها، لان هنا خلاف مصالح. الصوالح الخاصه تستضيف بعضها البعض. عندنا مشكله لازم نحلها. عندنا مشكله في الهيئات القضائيه. المشكله ان احنا شايفين ضروره ان تكون هناك هيئه للقضيه واحده. نقول بقى مع السلامه للرقابه الاداريه، نقول مع السلامه للجهاز المركزي للحسابات، كل دول يندمجوا مع الرقابه على البنوك، مع الاموال العامه، مع بتاع الكسب غير المشروع. كل الكلام ده يندمج في جهاز واحد يبقى جهاز مكافحه الاقتصاد في مصر. دي مشكله. بعض هذه الاجهزه زي النيابه الاداريه مثلا اللي احنا عايزين نكافئ بهذا الجهاز عندها موقف بيقول لك انا عندي 4700 موظف وموظف موجودين فين؟ عندنا مشكله في الهيئات اللي الحقيقه ملهاش معنى زي قلم قضايا الحكومه زي كده. عايزين ندمجه في حاجه تسمى نيابه اداريه، نيابه مدنيه، عشان يبقى عندنا جهه تحضير في القضاء المدني زي القضاء محكمه النقض زي القضاء المدني. كل هذه المشاكل مشاكل فنيه. ربما لا يتسم بالسياسيه فيها الا مشكله الماده الثانيه. الماده الثانيه احنا كنا وصلنا الى حلول تقريبا تبقي الماده زي ما هي مع تقييم الطرف الاخر بتعديل في احد المواد الخاصه بالتشريع. هذا النص الذي كان يمكن ان يضاف على الاقل الماده الثانيه الحقيقه محل هواجس من بعض الاطراف اللي اجتمعت امبارح في 19 جنيه وقالت احنا مش هنقدر ناخد هذا. طيب انا عايز اقول في النهايه الدستور مش هيتخلق. مفيش دستور هيطلع كمان 3-4 ايام. مفيش دستور هيطلع الا لما نستضيفه طبعا وتوزع على الناس ويحصل حوار مجتمع تاني في حول هذا الدستور
مفيش انتخابات في شهر 12 زي الناس فاهمه، اللي يقول لك انتخابات في 12 او في يناير يبقى قابلني، مفيش كلام من ده خالص ولا بعد 6 اشهر. وربنا يستر ما يكونش في حاجه سيئه في هذا الاتجاه. وانا الحقيقه اخرني ان انا كنت بعزف والد رئيس مجلس الشورى، فالتقيت بالدكتور صادق كتبني وسالته تفصيلا عن التصريح اللي قاله امبارح، وانا الحقيقه برضه ما فهمتش العزف كان يبدو ان هو كان دوشه، ما عنديش تدريب لعوده البرلمان او فهم لهذا التصريح اللي هو يحتمل معنى الاثنين، اما ان الدكتور سعد هو القاضي او الدكتور سعد يطلع على الغيب. انا لا اعرف عنه هذه الميزه، فانا بقول انا شخصيا حزب الثوره زي ما كان ليه لسنا مع عوده البرلمان باي شكل من الاشكال، وسنظل متمسكين بدور المحكمه الدستوريه، ومفيش حاجه اسمها الغاء المحكمه الدستوريه، ومفيش حاجه اسمها تحويل المحكمه الدستوريه لرقابه سابقه او تحويلها الى رقابه متوسطه. الرقابه يعني رقابه لاحقه، ولو في رقابه سابقه هيصبح في قانونين فقط، قانون رئاسه الجمهوريه وانتخابات رئاسه الجمهوريه، وقانون مجلس الشعب عشان يعمل استقرار لهذا القانون، علما انه سينص ان الرقابه السابقه لا تلغي الرقابه اللاحقه، ومن حق اي مواطن مصري ان يطعن على القانون في اي مرحله، لان بعض عيوب القوانين لا تظهر الا بعد عمل هذه القوانين وليس قبلها. ففكره الرقابه السابقه كبديل عن الرقابه اللاحقه فكره مش مقبوله ولن تمر الجمعيه. الغاء الجمعيه بتاع المحكمه الدستوريه كلام غير وارد بالمره. انا بقول لكم الحقيقه معظم ما يصار في الاعلام حول النصوص بيبقى مجرد اقتراحات فرديه، يعني حد يجي يقترح اقتراح يقول لك مثلا ان الزكاه طريقه صح، هذا الفكره من حقك، لكن هل في اجماع على ده؟ لا طبعا. او نكتب بقى الزكاه فريضه، والحج لمن استطاع اليه سبيلا فريضه، والصلاه فريضه، وناخد بقى الفرائض كلها. وبعدين لازم يبقى عندنا اجابه، طب اللي ما يقدرش يعمل زكاه هنقطعه بيزي ولا نعمل ايه بالظبط؟ ده كلام الحقيقه برضه لازم نعرف في امور مكانها القانون. تجريم بعض او يعني تحصيل بعض الامور المقدسه الذين كلنا امر مطلوب جدا، بس مش مكانه الدستور، مكانه القانون. التطاول على الصحابه، من يقبل منا التطاول على الصحابه؟ لا احد، لكن ده مكانه برضه القانون مش مكانه الدستور. فانا بقول بعض هذه الامور مسائل الحقيقه جاري الوصول لاتفاقات بشأنها، مش هنوصل لمرحله ان احنا ان حد ياخد الدستور يجي، مش هيحصل. واذا شفتوا ده هتلاقوا ان احنا جينا في الاول وقلنا بوضوح ان احنا مش هنقبل. انا بشكركم جدا وبعتذر على الحاله، وكمان في توقعات النقد دي منين يعني؟ ده لسه ما سمعتش. شكرا. نستكمل الحديث عما يدور داخل قرارات الجمعية التأسيسية مع الأخ العزيز الأستاذ نادر بكار. لعل وعسى نزيد محاولة شركاء الوطن فيما يدور، خاصة لما الدكتور كمان ده كان بيتكلم يقول الحكم باسم الله والحكم ما أنزل الله وبعد القضاء الشرعية. لعل وعسى نقدر نسمع الأستاذ نادر بكار توضيح هذا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنا سعيد طبعا بالاستضافة الكريمة دي، وسعيد إن أنا وسط حضراتكم وبعتبرها جزء من أجزاء المهام اللي أنا مكلف بيها، زي الدكتور أيمن طبعا أسامة حميد، وزي باقي أعضاء لجنة الحوار المجتمعي ولجنة الاستماع. ده جزء من المهام اللي احنا مكلفين بيها، مش فقط تلبية دعوة، لأن احنا موكلين من قبل الجمهورية إن احنا نتجاوز مع كل شرائح وطوائف المجتمع
مع كل الفئات، مع الأكاديميين ومع الإعلاميين والمثقفين ورجال الشارع، وكما ذكرت كافة شرائح وطوائف المجتمع. في الحقيقة هو يعني أنا كلامي هنقسم لجزئين. الجزء الأول اللي بعد الترحيب طبعا بالأساتذة الأفاضل اللي سبقوني، ويمكن يعني لم أستمتع بحديث الدكتور مصطفى الفتي ولا بالسادة الأفاضل الذين سبقوني من خلال فقط سمعت كلام الدكتور كامل والدكتور أيمن. لكن يعني بعد الترحيب أتكلم في مقدمة عن ما أردت أن أسرده على مسامع حضراتكم فيما يتعلق بإيه اللي بيحصل جوه التأسيسية، الشكل المتخيل والدستور، كثير من الأسئلة اللي بتدور حول المواد مش عن التي سردت لكن التي أخرجت للناس يجدوا آراءهم فيها، ثم بعد ذلك وجه للأسف أضطر أن أنا أجيب على بعض تساؤلات السادة الأفاضل الذين سبقوني. حقهم وحقكم علينا، رغم أن احنا يعني أجبنا أكثر من مرة، لكن برضه إزالة اللبس وتماشيا مع الحالة اللي تموت بها البلاد من الكيلو القالب اللي بيت فيه من حسن. الأول أنا بقول إن يعني ثورة يناير مثلت أقصى قمة ممكنة للتعبير عن الرغبة أو الإرادة في التغيير. ثورة يناير مثلت أعظم وأعلى قمة في منحنى غضب شعبي عايز يغير. الدستور بقى المفترض أن يكون حاله وشأنه أن يأخذ إرادة التغيير لإدارة هذا التغيير، ننتقل من مرحلة فقط الإرادة والتعبير عن الإرادة لابد أن يغير كل شيء لمرحلة إدارة هذا التغيير. أشبه بالكتالوج اللي الشعب المصري مفترض كله يشارك في كتابته عشان يصير دي الفترة القادمة هيعيش ازاي، هيتعامل ازاي، هيمنع ازاي تكرار الظلم تاني والطغيان تاني. يبقى كده احنا بنتكلم في التشينج مانجمنت او اداره التغيير، والاولى خطواتها هو كتابه الدستور. الدستور يا اخوانا عشان بس نقرر الحقائق، الدستور ده جهد بشري. الدستور جهد بشري بمعنى ان هو يقبل التخطيط والتصويت، يقبل التعديل والتنقيح. التعديل والتنقيح ده ما يبقاش التو واللحظه بس، احنا ممكن بعد سنه او سنتين نكتشف ان احنا في حاجه الى اجراء تعديل، ومن ثم نفس الجمعيه دي او من يكلف باداره هذا الشان بعد الانتهاء من كتابه الدستور هيبقى مكلف بالتعديل علينا لان مصلحه الشعب. هو ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا القاعده الكبيره ان هو ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا فيرجع على القران فقط. فكل الاسواق يقبل التعديل والنقش والازاله والمناقشه اول ما يتحط بعض ما يتحط مفيش حداثه لهذه النصوص بجهد بشري. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اعضاء الجمعيه التاسيسيه كان بينهم وبين بعض اتفاق ضمني وعلني وبيقضي في كل مكان ان الدستور ده لا يكتب في الغرف المغلقه، بمعنى ان يبقى فيه لجنه وتم استحداث هذه اللجنه اللي هي لجنه الحوار المجتمعي ولجنه الاستماع. تم استحداث هذه اللجنه خصيصا من اعضاء الجمعيه التاسيسيه لمهمتين في حقيقه الامر. المهمه الاولى ان هم ينقلوا كل يحدث جوه الجمعيه، ينقلوا للناس اول باول، وياخذوا من الناس اقتراحاتهم وتعبيراتهم ومناقشاتهم